ازاي تاخدي فرصتك عشان تكتشفي موهبتك. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الانشطه الطلابيه. مش هختص بكلامي الناس اللي لسه داخله الجامعه جديد، لا، في ناس ممكن تكون سنه تانية تالتة رابعه ايا كان، مش مشكله، بس ممكن يكون هم فوتوا فرصه ان هم يشتركوا في الانشطه الطلابيه. في بعض الناس بيبقى عندهم شويه مخاوف ان هم يشاركوا في الانشطه الطلابيه، بيبقوا شايفين ان هي مضيعه للوقت. من خلال تجربتي ان الانشطه الطلابيه نقطه مهمه جدا في حياتنا. ليه بقى؟ بتخليك ازاي تكسر العازل اللي بينك وبين الناس. انت بتبتدي ان انت تتعامل مع ناس جديده، مش لازم من داخل كليتك، لا، بتتعامل مع ناس تانية في كليات تانية بثقافات تانية، لان ده بيوسع دايره معارفك، فبيخليك ان انت تبقى في نشاط ودايما بتتحرك، والحركه دايما بتخليك انت بتبقى في حته تانية. لان في ناس بتبقى داخله الجامعه ما بتبقاش مثلا تكون لعبت رياضه من وهي صغيره، بس من خلال الانشطه الطلابيه بتقدر ان انت ازاي تجدد افكارك، وازاي ان انت بتعرف تهندل نفسك، وازاي ان انت تعرف تعبر عن نفسك وعن ذاتك. نصيحتي ليك ان انت لازم تشارك في اي نشاط طلابي داخل الجامعه. مش بشرط عليك نشاط معين، مش بقولك روح مثل او بقولك روح غني او روح قول شعر. في ناس ما بيبقاش عندهم المواهب دي، بس في اتحاد الطلبه وازاي ان انت بتقدر ان انت تتجمع وتاخد اراء. النشاط الطلابي بيبقى نقطه فارقه جدا في حياتك، لان بيخليك ازاي تتعامل. بيبقى في مجتمع صغير لغايه لما بتطلع للمجتمع الكبير وتبتدي ان انت تقدر تبقى أهلت نفسك لما تيجي تتعامل مع المجتمع الكبير. بتبقى انت خدت واكتسبت خبرات كتيرة جدا بتخليك في حتة تانية. ولما تطلع للمجتمع الكبير ما بتبقاش فيه صدام بينك وبينه، لا، بيبقى الموضوع طبيعي وعادي جدا، بتعرف تتعامل وبتعرف، لان انت اوريدي عديت بده ايام الجامعة، فالموضوع بيختلف معاك تماما. فلازم كلكم تشتغلوا على نفسيكم، ما تفوتوش فرصة اشتراككم في الاتحادات الطلابية أو الأنشطة الطلابية داخل الجامعة. أيا كانت انت بتلعب رياضة أو غيره، لازم تثبت نفسك وتثبت وجودك داخل الأنشطة الطلابية. وطبعا من خلال شغلي أنا قابلت قصص نجاح كتيرة جدا داخل الأنشطة الطلابية، إذا كان في جامعة عين شمس أو جامعة حلوان أو جامعة القاهرة أو جامعة 6 أكتوبر. مش هعدلكم الجامعات. فعلا الأنشطة الطلابية بتفرق معاكم جدا جدا جدا.